السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير كده دايما يا رب. معاكم مطبخ ام مودي. ان شاء الله النهاردة الفيديو بتاعنا كده ايه، هنعمل مع بعض كده اكل حلو ان شاء الله يعجبكم. بصوا انا عندي دور برد يعني مظبطني على الاخر، يعني عايزه اقول لكم تعبانه طبعا وجسمي متكسر وكده. كان عندي مصطفى صغير اخد دور البرد ده بالسخونيه بالكحه. الحمد لله يعني هو بقى احسن وكده، واخد علاج. فانا لقطت منه طبعا لان انا كنت دايما جنبه وبعمله طبعا كمادات وعلاج وكده. فلقطت منه بقى ايه دور البرد، فجسمي بقى متكسر ما اقولكوش، مش قادره. و بقالي يومين كده ايه مريحة في البيت، يعني في السرير ما بنزلش ولا اطلع، مش قادرة. بس النهاردة يعني الحمد لله الحمد لله، الف حمد وشكر يا رب، انا اتحسنت شوية. فقلت بقى ايه اقوم اعمل لهم كده اكلة ايه يعني خفيفة بسيطة وسريعة كمان حلوة، ما فيهاش اي حاجة، يعني ما فيهاش اي تعب ولا حاجة، يعني مش هقف كتير في المطبخ. بعت ابني جاب لي كبدة، هما بيحبوا الكبدة عندي وكده، فقلت اعمل لهم كبدة. وهعمل لنفسي كده برضو ايه حاجة كده ايه يعني ايه سريعة برضو اكلها وكده. بعته جاب لي كبدة تمام، وجبت كمان فلفل، خليته جاب لي فلفل. الكوبي ده حلو قوي. هما هنا ما بيحبوش عندي الحامي، لو حابة يعني تحطي حامي مفيش مشكلة. جبت جاب لي كمان بطاطس تمام. وطلعت انا كمان عندي الفلفل ده المفروم، ما انا فرماه كده بتومة عندي في الفريزر، بحطه في اي حاجه بحبها، يعني مثلا ممكن اتبل بيه سمك لو هعمل سمك مقلي كبده. ده بتجيبي توم وتجيبي فلفل احمر اخضر بقى حامي او بارد براحتك. انا حاطه من ده على ده، حاطه حامي على بارد ومتبلاه وحطاه تمام. هنا بقى ايه تبلت الكبده بتاعتي، حطيت لها التومه وحطيت لها معلقه من الخلطه اللي انا عاملاها دي، هرست الشطه دي يعتبر تومه هي، وزي ما قلت لك فلفل حامي او بارد تمام. بحطها عندي كده في الفريزر، بحط بقى منها على اي حاجه بحبها، يعني اي اكله كده ايه نحب احط منها. جبت الفلفل بقى هقطعه كده حتت صغيره، الكوبي حابه تحطي واحد كده زي ما قلت لك حامي مفيش مشكله. انا هنا ما بيحبوش عندي الحاجه حاميه، فمش هحط يعني مش هحطه اصلا، انا جايباه ده الكوبي ده مش حامي. لو حطيت عارفين حطيت حاجه حاميه كده او الاكل طلع فيه شطه شويه يفضلوا يقولوا لي بقى والاكل مشطشط ومش عارفين ناكل وكده، فعلى ايه انا كمان عشان كمان تعبانه وكده فمش هحط. قطعت بقى الفلفل حتت صغيره كده بقى، بصي هنتبل بقى شويه ايه كبده حكايه تمام. خلاص كده قطعت الفلفل، رحت بقى كده ايه على البوتاجاز بتاعي، حطيت حله على النار وحطيت فيها بقى ميه سبتها تغلي. نزلت بمعلقه ملح ومعلقه زيت. هعمل لهم انا بقى شويه مكرونه مع الكبده كده ايه مكرونه سباجيتي، انا عندنا بيحبوا ايه السباجيتي تمام. والحله التانية دي هعمل لهم شويه كده ايه طلعت كيس كده ايه هعمل انا لنفسي يعني مش ليهم هما. بعته كمان جاب لي كيس شوربه خضار، يعني ما هو ايه يعني انا كتبت له كده الطلبات كده في ورقه، قلت له هات لي كبده وبطاطس وهات لي فلفل وهات لي كيس شوربه خضار من اي سوبر ماركت تمام، مش انا لاقيين هياكلوا وهعمل حسابهم طبعا معايا ايه ياكلوا معايا. لو حابه حد يعني ممكن هما يقولوا لي انت عامله اكل عيانين وكده، بما ان انا مش قادره وابلع او اي حاجه وكمان جسمي مكسر ومش قادره، فقلت اعمل لي شويه كده شوربه خضار كده اي اكلها. حطيت بقى هنا معلقه زيت على الكبده، زي ما قلت لكم هتحطي معلقه توم مفروم، انا التوم عندي فرماه وحاطاه في الفريزر. معلقه توم مفروم، والفلفل بتاعك بقى سواء حامي او بارد براحتك. وهتحطي كده معلقتين يعني عصرة ليمونة او عصرة ليمونتين بس، وملحك وتحطي ملح وتحطي معلقة كمون ومعلقة شطة ومعلقة فلفل اسمر وهرسة الشطة. لو عندك مش عندك مفيش مشكلة، استكفي بالفلفل والثوم بس كده. واقلب بقى كل ده كويس كده مع بعضه بقى التتبيله دي كلها، واروح ركناها كده شويه ايه الكبده تشرب من التتبيله دي وان التوابل اللي انا حطيتها بتبقى بص طعمها حكايه بجد، بتبقى حلوه قوي. رحت بقى جبت ايه شوربه خضار زي ما قلت لكم، ده لما بعته يجيب لي شوربه الخضار
طبعا انا حاطه الحله على النار فيها ميه تغلي، وهروح ايه منزله شوربه الخضار. لو حابه بقى ازود بقى ايه ممكن بطاطس، لو انت مثلا عندك بزل عايزه تزودي براحتك يعني لو كيس صغير. تمام. فضيت كده ايه كيس شوربه الخضار. بصوا الكبده ايه سايباها ايه منقوعها شويه كده ايه، مش نقعها يعني سايباها ايه عايزه تشرب من التتبيله، هسيبها ايه على الاكل على طول بالظبط يعني، وانا ايه خلاص ايه بغرف لهم. يا دوبك هسويها مش هتاخد وقت، خلي بالك على النار خالص يعني مادام مسافه 15 دقايق تتعمل على النار وتاكليها وهي سخنه كده حلو، بدل ما كل شويه ايه اسخنها. هقشر لهم بقى شويه بطاطس كده. ما تنسوش طبعا اللايك بتاعكم الحلو اللي بيسعدني. لو اول مره بتنوروني في قناتي واول مره بتشرفيني، ما تنسيش تشتركي في القناه من كلمه اشتراك اللي هي تحت الفيديو، وفعلي الجرس منها واختاري كلمه الكل عشان يوصلك كل جديد. ولو انت طبعا منوراني ومتابعيني على طول في قناتي، طبعا ده وجودكم يسعدني وبتنوروني دايما ومتابعيني. ربنا يديمكم في حياتي كده وتبقوا دايما كده منورين في قناتي. هنا بقى عملت صلصة المكرونة، طبعا سلقت المكرونة خلاص وصفيتها. المكرونة برضو ما بسيبهاش كتير يعني، مسافة برضو 6 7 دقايق. خليها كده يبقى فيها مضغة، ما تخليهاش تتسلق معاكي كتير عشان ما تبقاش مهرية معاكي وكده، لا خليها فيها نضغة كده حلوة. هنا مية شوربة الخضار غليت، رحت نازلة بشوربة الخضار الكيس اللي كان عندي، وبحط له معلقة ملح ومعلقة فلفل اسمر، ورقة لورا. تمام، ورقتين كده، ممكن تحطي كمان بصلايه. تمام. لو زي ما قلت لك بقى لو كميه عندك صغيره يعني كيس مش كتير، ممكن تزودي بقى بطاطس، بزله لو عندك جزر، حطي اللي يعجبك في شوربه الخضار. تمام. بس سبتها بقى مع نفسها كده ايه تتسلق بقى كده يعني اعملها. وهنا الصلصه يا دوبك ايه بديها ايه غلوه كده. بجيب الصلصه عادي الجاهزه، بتحطي معلقه سمنه او زبده حسب المتاح عندك. لو هتحطي زبده حطي معاها معلقه زيت. تمام. عايز تحطي زبده وسمنه براحتك بقى، ده كل واحد ايه كل واحد بيحب. انا هنا حطيت معلقه سمنه. تمام. وحطيت معلقه صلصه او معلقتين صلصه حسب بقى كميه المكرونه اللي انت عاملاها، ومعلقه ملح، معلقه فلفل اسمر، معلقه شطه. عندك بابريكا حطي معلقه بابريكا. اي عندك مكعب مرقه ممكن تحطي، لو حابه تحطي مكعب المرقه. التوابل دي بتاعتك انت، الاساسي حطي ملح وفلفل ومعلقه شطه صغيره. تمام. وسبتها ايه بحط لها حبه بسيطه خالص يعني ربع كوبايه ميه كده، واسيبها بقى بس تاخد غلوه. واروح ايه جايبه بقى المكرونه حطاها. هنا بقى قشرت لهم حبه البطاطس، قلت احمر لهم حبه كده جنب الكبده وجنب المكرونه. تمام. عشان عندنا يعني ايه قلت حرام برضه، انا بقالي يومين مش بعمل ومش قادره اصلا يعني، قلت برضه اعمل لهم ايه اراضيهم يعني اكله، ما وقفتش كتير في المطبخ برضه وما عملتش يعني الاكل النهارده مش متعب يعني، كبده وبطاطس وشويه مكرونه مش متعبه. تمام. ادعولي بس الدور ده يعدي على خير. اللي خلاص يعني الحمد لله على كل حال، كل يجيب ربنا كويس. اهم حاجه ان يعني مصطفى بقى احسن شويه، الحمد لله يا رب. جبتي بقى هنا ايه تجيبي بقى صينيه طاسه ايه الموجود عندك، حطي معلقه زيت كده حلوه وانزلي ايه وتسخن، بس اهم حاجه ان الزيت يسخن. حطيت الزيت سخن كويس قوي، رحت نازله بقى بالكبه. واسمعي بقى كلمه الطش، صوت الطش ده بقى كده حلو قوي، تاخد صدمه حلوه كده وهتبقى معاكي احلى كبده. طبعا هتدوقيها، لو حسيتي ان هي محتاجه ملح هتحطي، لو حسيتي ان هي محتاجه ملح هتحطي او فلفل او حاجه، هتدوقيها هنا وتظبطي بقى ملحك وتوابلك. تمام. هنا كانت الصلصه خلاص كده ايه يعني ايه اخدت غلوه واتسبكت حلو، ودقتها طبعا ظبطت الملح برضو بتاعها. لو محتاجه ملح فلفل لازم ايه ندوق كده بطرف المعلقه اي اكل بنعمله، عشان لو حابه تحطي ملح تظبطي ملح وكده، عشان ايه اللي بياكل يعرف ياكل كده ايه بنفس. لان انا دايما عندي هنا عندي محمود دايما يقول لي هاتي يا ماما ايه برطمان الملح معاكي، عايزه احط ملح. عندي محمود بيحب الملح بزياده وسكر بزياده، انا عارفه ان ده غلط بس اقول له ايه بقى. يلا الحمد لله. حطيت بقى الكبده كده سبتها بقى ايه تستوى. وهنا كانت خلاص كده شوربه الخضار يعني ايه كده مش بتاخد وقت يعني في على النار. هي البطاطس والبازلاء ما بياخدوش وقت يعني، شوربه خضار عامه. والكبده اهي خلاص، والمكرونه وكانت البطاطس تمام. كل كان الاكل جاهز بقى ايه كده ان انا ايه اغرف لهم بقى ايه ونتغدى. بس اكلنا كان سهل يعني النهارده ايه، ما حبيتش اقف كتير وايه واتعب نفسي برضو ان انا برضو لسه يعني. الحمد لله على كل حال.
وهنا غرفت الاكل. بصوا الكبده بقى كانت خطيره خطيره، كانت حلوه قوي. والمكرونه كانت ريحتها حلوه قوي بجد، قالوا لي يعني حلوه ماما تسلم ايدك، يعني هما بيحبوا الكبده عامه، فانا عشان كده قلت ايه اعمل لهم اكله. فكرت اعمل ايه وفي نفس الوقت ما اتعبش نفسي، وانا عارفه ان هما بيحبوها. تمام، غرفت لهم بقى ايه، كانت خلاص كده ايه وقت الغدا، المكرونه والبطاطس وشوربه الخضار بتاعتي. حتى بصوا انا حاطه لنفسي طبق واحد بس، هم قالوا لي مش عايزين لا شوربه خضار، فانا حطيته لنفسي. قلت انا ايه، بصوا برطمان الملح لازم يجي يقعد جنب، يجيب برطمان الملح معاه. دي عادة محمود ابني، لازم يرش حبه ملح في طبقه. واتغدينا والحمد لله. قلت بقى ايه اخلص بقى مواعيني اول باول، مش عايزه اقوم عليا مواعين عشان يعني اليومين اللي فاتوا لما ما كنتش قادره اقوم الصراحه، يعني كان في شويه كده ايه حاجات في الحوض، يعني عملتها برضو اليوم ده. بس قلت بقى مش عايزه اكون بقى يوم يعني مواعين تاني عليا، كفايه كده قوي كده، اعمل يوم بيوم يعني. ربنا يقدرني ويديني الصحه. خلصت. كانت دي كانت مواعيد الغدا يعني اللي احنا اتغدينا. المواعيد اللي قبل كده كنت عملتها. وكان الحوض احلى حاجه راحه نفسيه لما بحس كده ان الحوض فاضي كده ومواعيني ايه تمام. اخش بقى ايه اريح، اعمل لي بقى كوبايه كده قهوه او شاي واشربها واخش اريح. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم، اسيبكم في رعايه الله، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.